ابن خلدون، وايضا رجل الاعمال المهندس نجيب ساويرس. هو معانا دلوقتي على التليفون مباشره من العاصمه البلجيكيه. باشمهندس نجيب، مساء الخير. متهيألي الراي العام محتاج يعرف انتوا بتعملوا ايه في بروكسل، بتتكلموا مع مين، والهدف ايه؟ الحقيقه معتز، الهدف هو ان احنا يعني كموقف اولا مبدئي سيبني اقول ان احنا ضد اي محاوله لتجميل الموضوع المصري ده او للتدخل في الشأن الداخلي. لكن مش معنى كده ان احنا نسيب المجال مفتوح لبعض القوى اللي عايزه تصطاد في المياه العكره او اللي ابتدت تخش في دماغ الاوروبيين وتخش في دماغ بعض حتى جيراننا زي تركيا وغيرها، ان ده انقلاب وان ده مساله ان في تعامل عنف وان كذا ونقعد بقى كتير مش هنقعد نخش فيه، والتهديد بوقف المعونات والقصه دي كلها. فكان لابد من طرح وجهه النظر المصريه اللي هي بكل بساطه رأيت هذا الرجل لانه الطرق والسلميه ان احنا ينفض هذا الاشتباك، وانا كنت طرف في هذه المحاولات وكنت شاهد عليها. لكن الطرف الاخر تمسك بمطلب كان لا يمكن قبوله وهو عوده الرئيس مرسي ثاني، وده كان موضوع طبعا غير قابل للنقاش لان الشعب اللي نزل 30/6 ده اسقط هذه النقطه الى غير رجعه. وبالتالي ان ده يعني باشمهندس نجيب بتتكلم على المرحله اللي تسبق يوم فض الاعتصام، مساحه لجهود الوساطه انها تخرج من الازمه الى بر الامان بدون اراقه دماء ولا بدون عدد من الضحايا من المصريين ولا اي شيء، والرجوع الى العمليه السياسيه. وعدم واسمح لي اقول خيالي وهو عوده الرئيس مرسي. وبالتالي كان صعب جدا وكان لابد من وضع حد زمني، يعني مش ممكن انت تقعد تتفاوض الى ما لا نهايه يعني مع الناس، يعني واخد بالك ازاي؟ لان انت في ناس قطع طريق وفي ناس بتعذب وفي ناس قاعده توزع وتعذيب يعني. فما وشرحنا طبعا وكان طب بتشرحوا الكلام ده لمين؟ لناس رسميين؟ لا، كاترين اشتن، احنا قابلنا كاترين اشتن. بص مسؤولة الملف العلاقات الخارجية اللي هي زي وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي يعني. بالظبط، اللي هي بكره برضه عشان نبقى فاهمين ايه اهميتها يعني، وهي الست اللي ستدير اجتماع الغد مع وزراء الخارجيه الاوروبيين اللي هم مجتمعين غدا بشأن على الشأن المصري يعني وكده. وبالتالي مهم جدا مقابلتها لان هي اللي هتدير هذا الحوار بكره. ونقطه وجهه النظر المصريه كان لابد ان تنتقل اليها، وتنتقل اليها من ممثلين للشعب المصري ما لهمش وظائف حكوميه، ما هماش رايحين كمجموعه يعني لها اي وضع يعني في الحكومه او في الرئاسه او في اي شيء، بل لهم وجهه النظر المصريه. فالحقيقه وكنا الحقيقه موفقين، ربنا وفقنا جدا. الاجتماع قعد ساعتين وده يوري لك اهميه الموضوع عند هذه السيده الفاضله، وبقول عليها فاضله لانها الحقيقه كانت متفهمه جدا وعندها حب شديد لمصر، وحرصت على انها توضح لنا الايجابيات، انها من ضمن ايجابياتنا عمرها ما قالت على اللي حصل في مصر ده انه انقلاب وما طلعش منها وكده. وبالتالي احنا كان الهدف كمان ان احنا نقول لها يا ستي شوفوا اي محاوله للتهديد ووقف المعاناه والكلام ده كله لن يجدي مع الشعب المصري، بالعكس ده هيؤثر على اي رغبه في او المصريين احنا كرامتنا فوق كل حاجه ولن نقبل بهذا، وبالتالي ده هيكون معوق لاي حلول مستقبليه. طب باشمهندس نجيب بعد اذنك يعني انت متوقع ايه اللي يحصل في اجتماع وزراء الخارجيه؟ لان طبعا انا مدرك ان التغطيه الاعلاميه الغربيه لما يحدث على ارض مصر
يعني فيها نوع من، مش عايز استخدم كلمة منحازة، وإنما فيها نوع من يعني عدم توخي الدقة بنسبة 100% فيما يتعلق بتفاصيل الوضع ودوافعه. ف يعني انت كرجل مصري قبل ما تبقى طبعا رجل اعمال، متخوف من ايه؟ قلق من ايه؟ ممكن الاتحاد الاوروبي ياخد اجراءات شكلها ايه؟ يعني شوف يا معتز، انا مش عايز ادي يعني مجهودنا بتاع النهارده ده اكبر من حجمه، لكن اقدر اقول لك يعني ان احنا النهارده نجحنا في نقل الصوره المصريه، وايضا تحذيرهم يعني من ان اي اجراءات هتتخذ غير عقلانيه هتبقى لها مردود سلبي على كل محاولات نهو هذا الموقف اللي في مصر. يعني مش زي لو انتوا عايزين تساعدوا، قلت له انت لو عايزين تساعدوا بحقه حقيقي اقنعوا او اضغطوا على الطرف الاخر لكي يقبل التوقف عن العنف الذي يمارسه والارهاب الذي يمارسه، وان ينضم الى العمليه السياسيه وخريطه الطريق اللي احنا حاطينها. قلت له انا مش فاهم، يعني انتوا من ناحيه شايفيننا ماشيين في خريطه الطريق، طب الطرف الثاني ده اللي عمال يعمل ارهاب وحرق 64 كنيسه وعملوا مجزره النهارده امبارح الصبح اللي كلنا، قلت لها انت مش قادره تفهمي، مش قادرين تفهموا احنا شعورنا ايه كلنا، ولا 24 شاب في مختبر عمرهم يتباعوا. طيب فلا بد ان انتوا ما تكيلوش بمكيالين، والا الناس هتقول ان انتوا عليكم ان الارهاب اللي هو عندكم حرام وعندنا حلال، يعني مش فاهم يعني. فالحقيقه يعني كنا موفقين، فانا مش منتظر بكره عشان ابقى صريح معاك، انا منتظر ان هم يطلعوا بيان يقولوا فيه ان كان في عنف مفرط من جهه الشرطه وكده، وكان ممكن نقلل الخسائر وكده، ماشي، ممكن. وهي الشرطه يعني ما كانتش تتمنى انها تقلل الخسائر، كلنا كنا بنناشد كل الاطراف في واي مصر دم بيسيل، اي دم الناس هم جايز ما يصدقوناش، بس احنا اي دم مصري غالي علينا بغض النظر مين وكده، خاصه المغرر بيهم اللي كانوا في وسط الرابعه ومش عارفين ان هم بيعملوا ايه اساسا هناك وايه الموضوع، ومش منتمين للجزء اللي فيه عنده عنف. مش كل اللي كان في رابعه نعتبره ارهابي او كان كده، ده برضه في لان في اصوات شويه. هنتهز فرصه وجودك، فانا مش متوقع بكره ان يحصل اي يعني حاجات جامده، يعني واخد بالك ازاي، هيبقى في نوع من التنبيه على او ذكر العنف المفرط اللي حصل اذا كان حصل، والتنبيه على المسار الديمقراطي كده. مش متوقع يعني حاجه جامده. هنتابع الموضوع اكيد بكره، لان يهم الشعب المصري كله. الاتحاد الاوروبي لما يعمل اجتماع طارئ يبحث الموقف في مصر على مستوى وزراء الخارجيه، اكيد ده يعني موضوع مهم للغايه. من غير يعني او باختصار شويه يا باشمهندس نجيب، كنت قريت لك تصريح وكنت احب اعرف بس ليه ادليت بالتصريح ده، او ايه اللي ورا التصريح ده عن الوضع الاقتصادي في مصر، وربما تقول لي اجابه مختصره وبعدين لما ترجع ان شاء الله يبقى لينا انترفيو مطول. بتقول انه يعني علاج الازمه الاقتصاديه او الخروج من المأزق الاقتصادي في مصر دي مساله سهله جدا، او مساله يعني في المتناول. حضرتك كنت تقصد ايه؟ انا مش فاكر ان انا قلت التصريح ده معتز بالطريقه دي، لابد انه كان في سياق حاجه اخرى. انا يمكن قلته في سياق ان اذا حصل استقرار سياسي هيكون معالجه الملف الاقتصادي سهل في هذا السياق، ممكن، واخد بالك ازاي؟ لان احنا الوضع الاقتصادي في مصر مش سهل، احنا بلد كنا على حافه الافلاس. لسه عندنا مشكله ضخمه جدا، مشكله الدعم سواء للوقود او الطعام اللي بيحرق 2 مليار دولار في الشهر. عندنا مشاكل لسه ان احنا مش عارفين نحدد هويتنا الاقتصاديه بوضوح، احنا راسماليه وانفتاح وكده واستثمار، ولا احنا مع اشتراكيه ورايحين تاني للقطاع العام وكده. عندنا مشاكل كتير يعني لكن قصدي ان في ظل عدم وجود استقرار سياسي، زي ما كانش في استقرار سياسي وقت مرسي، لو احنا برضو علينا النهارده واجب ان يبقى في استقرار سياسي في مصر. وبالتالي انا برضو بقول لشويه دعاة التشدد ان يعني ان مش كل من انضم الى او كان في تنظيم الاخوان المسلمين يعتبر ارهابي او مجرم او كده، وان احنا لابد ان نعلم ان هناك قطاع كبير من الناس منضمين لهذا التنظيم، فاذا ارتضوا انهم يكونوا فصيل سياسي ويعملوا تحت طائله القانون مش
فوق القانون زي ما هم متصورين. لابد ان نحاول ان احنا يعني نقرب لبعض، لان مش هيختفوا من على وجه الارض. يعني في ناس اصوات كتيره غريبه جدا شغاله، اكن احنا هنفتح عينينا الصبح مش هنلاقيهم، مش هيحصل يعني. فلابد ان نلاقي والمطلوب هو احتواء يعني كل المصريين في العمليه السياسيه لانقاذ هذا الوطن. كويس. باشمهندس نجيب، سؤال من ضيفي في البرنامج الاستاذ مجدي الجلاد بعد اذنك. مساء يا مجدي. ازيك يا مجدي؟ مساء الخير يا باشمهندس نجيب، وان شاء الله ترجعوا بالسلامه، وان شاء الله ربنا يوفقكم في هذه المهمه الوطنيه. كنت عايز اسال حضرتك من خلال لقائكم اليوم واتصالاتكم وغيره، هل لاحظتوا انه هناك رغبه عند الطرف الاوروبي ان يستمع الى وجهه النظر الحقيقيه في مصر والاوضاع الحقيقيه اللي على الارض في مصر واراده الشعب المصري ووجهه النظر والمعلومات اللي انتوا نقلتوها ليهم، ولا لاحظتوا زي ما بيقول البعض ان هناك موقف مسبق وهناك موقف ضد مصر مهما حاولنا ان احنا نظهر هذا الوجه الحقيقي للعالم كله؟ لا يا مجدي، ما لاحظتش اللي انت قلته ده على الاطلاق. بالعكس، انا عايز اقول لك هذه السيده مش ما عندهاش يعني وقت كبير للدرجه دي انها تخصص ساعتين. احنا رحنا فاكرين الاجتماع هيكون نص ساعه بكتير ساعه، قعدت معانا ساعتين واعطت فرصه لكل واحد فينا، الدكتور منى ذوالفقار والدكتور سعد الدين ابراهيم ومحمد سلماوي وانا، وكل واحد تناول جانب مختلف لكن في نفس الاتجاه وفي نفس الروح. ما معناه احنا احنا ضد الاقصاء، احنا مستعدين نحتوي، لكن اي واحد فاكر ان العنف او الارهاب هيديله ميزه او هيديله زي ما تقول يعني فرد علينا او هيديله نقطه تفاوضيه، هو غلطان تماما وحساباته خاطئه بالكامل. بالعكس، هو بيعدم فرصه في انه ينضم الى نظام سياسي ديمقراطي حر مستقبلا. فانا الحقيقه انطباعي ان هي لو مش عايزين يسمعوا ما كانتش تقعد معانا ساعتين وهي اللي هتدير اجتماع بكره وكده. فانا راجع الحمد لله، يعني حاسس ان ربنا هيوفقنا ان شاء الله وكده، لان احنا على قد ما احنا ضد تدوير الازمه وعلى قد ان هم ما يتدخلوش في شؤوننا، ما ينفعش ما يسمعوش وجهه نظرنا يعني. طيب انا بسرعه قبل ما اقفل معاك، بس لفت نظري في تصريحاتك انك بتقول، وده طبعا يعني مش عارف اقول لك ايه، انه كان متوقع او غير متوقع منك، انك بتقول انك بتفتح الباب امام غير المتشددين من المنتمين لتيار الاسلام السياسي بالانضمام لعمليه سياسيه يجري حوار حول مصلحه الوطن، ونبتدي نبني البلد بدل من موجة العنف اللي احنا عايشين فيها. انت بتقول الكلام ده يعني اقتناعا منك بان الكل ممكن يسهم في بناء مصر رغم وجود حالة الاستقطاب، ان كل الناس بتتخانق مع بعض وان في عنف في الشوارع لغاية هذه اللحظة؟ اصل شوف، يعني اي نظام ديمقراطي لابد ان يؤمن اولا بالتنوع، يعني لابد ان يؤمن بان هناك خلافات في الرأي وكده. فالمسألة النهارده اذا كنت بتقول لي هل انت مع بقاء التنظيم مثلا غير شرعي في مصر، اقول لك لا. لكن هل انت مع بقاء حزب الحريه والعداله؟ اقول لك اه طبعا. واخد بالك ازاي؟ المساله ان هم لابد ان يعملوا من خلال القانون، هم تعاملوا حتى في الفتره اللي كانوا بيديروا فيها البلد فوق القانون، كل حاجه، هات نائب عام ضد القانون، احبس ده ضد القانون، امنع ده مستفر ضد القانون، حاصر المحكمه الدستوريه ضد القانون، شيل 7 من المحكمه الدستوريه ضد القانون، اسلق دستور ضد القانون بالليل. يعني مساله كانت فوضى. فاحنا احنا مش عايزين نعمل كمان زي ما هم عملوا لما هم كانوا في الحكم، عملوا اقصاء. مش معقوله نيجي احنا بقى لو ربنا اكرمنا وكسبنا انتخابات الجديده ونعمل اقصاء، لابد يعني، والا يبقى احنا بنعمل بنشتكي من نفس اللي كانوا بيعملوه. انت بتعيد انتاج نفس النموذج اللي انت نفسك ثرت عليه او اعترضت عليه. بالظبط. طيب بالظبط كده. انا طبعا غير اللي تلوثت، بس عشان نبقى واضحين، اي واحد تلوثت او حرض على العنف او عمل اي حاجه مخالفه للقانون، انا مش بتكلم عليه دوت. انا بتكلم على الناس اللي هي عندها فكر سياسي معين وعايزه تساهم في العمل السياسي. ماشي. انا بشكرك جدا على هذا الحوار مهندس نجيب ساويرس من بروكسل عاصمه بلجيكا. هو ضمن وفد، شكرا على هذا الحوار، هو ضمن وفد من الشخصيات المصريه بتضم الدكتوره منى ذوالفقار، دكتور سعد الدين ابراهيم، استاذ محمد سلماوي، والمهندس نجيب ساويرس. كانوا النهارده في اجتماع مع كاثرين اشتون مسؤولة ملف العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يعني قبل 24 ساعة من اجتماع طارئ
هيعقد في بروكسل على مستوى وزراء خارجية أوروبا، تخيلوا، لبحث الموقف أو الوضع الداخلي في مصر.